بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد في البيت السعيد. وحديثنا في هذه الليلة هو دعوة للزواج. فقد بينا أمس في معرض حديثنا عن أهمية الأسرة أن أولى لبنات تشكل الأسرة ذلك الإعجاز الرباني الذي غرزه الله سبحانه وتعالى في الإنسان، ذكرا كان أم أنثى. تلك الغريزة الجنسية التي من خلالها ينجذب الذكر للأنثى والأنثى للذكر، والذي يكلل بالزواج للبدء في مؤسسة الأسرة. وهذه سنة الله في الخلق والتكوين، وهي سنة عامة ومضطردة لا يشذ عنها لا عالم الحيوان ولا عالم النبات، وكذلك ولا عالم الإنسان. يقول المولى عز وجل في القرآن الكريم: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فالزوجية سنة مضطردة في عالم الإنسان والحيوان والنبات، وهي أصل في التكوين. والله سبحانه وتعالى يقول: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. في رواية أخرى في مصنف عبد الرزاق: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالزواج هو الطريقة الشرعية الوحيدة لتأسيس أسرة، تختلف عن الزنا، وإن كان الفعل واحدا، فهذا جماع وذاك جماع، لكن الله أضفى على الزواج قدسية خاصة. فاليهودية جعلت الزوجة الصالحة تاجا على رأس زوجها. يقولون في سفر الأمثال: الزوجة الصالحة تاج على رأس زوجها. والمسيحية تراه سرا مقدسا، والإسلام يراه آية. يقول ربنا عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك دعت الأديان السماوية كلها إلى الزواج. في التوراة الزواج هو السبيل الوحيد لتكوين أسرة. في سفر التكوين في الآية 18 تقول: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. فكانت حواء، ثم باركهما الله كما في سفر التكوين فقال لهما: وأكثروا واملأوا الأرض واخضعوها. في المسيحية البابا شنودة بابا الأقباط السابق في مصر في كتاب له باسم شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية يقول: الزواج هو أول رابطة بين الرجل والمرأة لإنجاب بنين شرعيين. وعندنا في الشريعة الإسلامية المباركة كثيرة هي النصوص التي حثت على الزواج، إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى وضحها أنها سنة المرسلين
حين خاطب نبيه الكريم محمد عليه الصلاة والسلام بقوله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والله سبحانه وتعالى قال في صفات المؤمنين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كل هذا لأن الإسلام ينظر إلى الزواج من عدة جوانب. بداية، الإسلام ينظر إلى الزواج على أنها فطرة إنسانية، فطرة حتى تستمر عمارة الحياة بهذا الكون بهذا النوع المكرم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وبنو آدم هنا يشمل الذكر والأنثى، حيث بهما يعمر الحياة كما أراد الله سبحانه وتعالى. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فالزواج فطرة، والذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأبدعه وجمله جبله على طبيعة الزوجية. فالمرأة خلقت للرجل والرجل خلق للمرأة. والله سبحانه وتعالى خلق آدم لحواء وخلق حواء لآدم. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ولذلك يوجد الحنين وتوجد الرغبة. وإذا وجد الإشباع الفطري من رباط الزواج الوثيق الذي يجمع بين الرجل والمرأة طابت الحياة وتحققت به السعادة وقرت به الأعين. ولذلك أيضا حاربت الشريعة الرهبانية، وهو الابتعاد عن الزواج بغية مرضاة الله عز وجل. الشريعة الإسلامية حاربت الرهبانية لكونها تتصادم مع فطرة الإنسان وتتعارض مع ميوله وغرائزه. في الحديث الذي يرويه ابن حبان في صحيحه أن خولة بنت حكيم زوجة الصحابي الجليل عثمان بن مظعون دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي في هيئة سيئة في ثياب بذة، فسألتها عائشة: ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. بمعنى ما الحاجة إلى التجمل ما دام زوجي بعيد عني، ما دام زوجي يقضي نهاره صائما وليله قائما. فدخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم داره، فذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدها لقي النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون فقال له: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، أما لك في أسوة حسنة؟ إن الرهبانية يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، أما لك في أسوة حسنة؟ فوالله إني لأخشاكم لله وأحفظكم لحدوده. في رواية أخرى يرويها الإمام البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، أي ابتعاده عن الزواج أو عن زوجته بغية وتقربا إلى الله عز وجل. رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل. ويقول سعد: ولو أذن له لاختصينا. إلى درجة في الحث على الزواج يقول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه: من دعا إلى غير الزواج فقد دعا إلى غير دين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
فدين محمد أن تتزوج، ودين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن تبحث لنفسك عن زوجة. ولذلك أيضا يروي الإمام ابن ماجة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: النكاح أي الزواج، النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، من كان ذا طول فلينكح، من كان ذا قدرة، من كان يمتلك القدرة الجسدية المعنوية المادية، من كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء. هذه النصوص النبوية الكريمة تدل على حرمة الامتناع عن سنة ونعمة الزواج بنية التقرب إلى المولى عز وجل والزهد في الدنيا، لا سيما إذا كان الإنسان قادرا على الزواج ومتيسرا له أسبابه ووسائله. لذلك خاطب النبي صلى الله عليه وسلم شباب الأمة الذين هم عماد حاضرها وأمل مستقبلها أن يسلكوا الطرق المشروعة لبناء الأسرة المسلمة، حيث يكون ذلك من خلال الزواج الشرعي الذي يوافق الفطرة الإنسانية. في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة أي القدرة، قدرة معنوية، قدرة مادية، قدرة نفسية، قدرة عقلية. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الذي لا يمتلك القدرة على الزواج فليصم، فإن الصيام يكسر من حدة شهوته. وإليكم هذا الموقف الكريم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعد من أعظم المواقف الإصلاحية والتربوية في معالجة الطبائع السلبية وفهم حقيقة الإنسان. في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء 3 رهط، والرهط هو ما دون 10 من الرجال، وقيل إلى ما دون 40، أي جاء 3 أشخاص إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أحوال النبي. فلما أخبروا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبادته كأنهم تقالوها من القلة، كأنهم رأوها عبادة قليلة، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم الله قد غفر له ذنوبه كلها، لذلك عبادته قليلة، أما نحن فنحتاج إلى أمور عظام. فقال أحدهم: أما أنا فإني سوف أصلي الليل أبدا ولا أرقد، لا أنام. فقال الآخر: وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. فقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. في معالجة النبي صلى الله عليه وسلم لطبائع الإنسان وأن هذه الأمور ضد طبيعة البشرية، فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
هذه النصوص يبين لك لكل ذي عقل وبصيرة أن الزواج في الإسلام فطرة إنسانية. كذلك الإسلام ينظر إلى الزواج أنه السكن الروحي والنفساني. بالزواج تنمو روح المودة والرحمة والألفة ما بين الزوجين، فالزوج حين يفرغ آخر النهار من عمله ويعود إلى بيته ويركن في المساء إلى داره ويجتمع بأهله وأولاده ينسى همومه التي اعترته في نهاره وأتعبته، وتتلاشى عنه كل الهموم والأتعاب الذي كابده في سعيه. وكذلك المرأة حين تجتمع مع زوجها وتستقبل عند المساء رفيق دربها وحياتها، وهكذا يجد كل واحد منهما في ظل الآخر مسكنه النفسي وسعادته الروحية. وصدق الله العظيم عندما صور هذه الظاهرة بأبلغ بيان وأجمل تعبير عندما قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كذلك الزواج ستر وحماية. يقول المولى عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فهذه الآية الكريمة شبهت كل من الزوجين باللباس لأن كل منهما يستر الآخر، فحاجة كل منهما إلى صاحبه كحاجته إلى الملبس. إن كان الملبس يستر معايب الجسم وحفظه من عاديات الأذى وللتجمل والزينة، فكل من الزوجين لصاحبه يستره ويحفظ عليه شرفه ويصون عرضه ويوفر راحته وصحته. لكل ذلك الإسلام دعا إلى الزواج، وهيا بنا لنؤسس أسرا من خلال هذا الزواج الكريم. لكن الإشكال والمشكلة الكبيرة في مجتمعنا المسلم لأن المسلمين في غالبيتهم ابتعدوا عن روح السنة النبوية وابتعدوا عن حقيقة الإسلام، وضعوا أمام كل حقيقة وكل قيمة عوائق. الإسلام حث على الزواج ودعا إلى الزواج، لكن مجتمعنا ماذا فعل؟ جعل الكثير من العوائق ووضع الكثير من العقبات أمام هذا الزواج فعسره على الشباب. في المقابل يسر أمر الحرام. تيسير الزواج وعدم وضع العقبات أمامه والحديث عن هذه العقبات من المهور الغالية والمتطلبات المادية التي تثقل كاهل الشباب مما يبعده عن خطة الزواج ومشروع الزواج أو التزامه بالدراسة ليبتعد عن الزواج. هذه الأمور سوف تكون موضوع نقاشنا غدا إن شاء الله، إن جعلنا الله من الأحياء غدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.